أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع منظر ونكهة في كوزين جميلة بن غزال. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا الملوخية التونسية الأصيلة ونتعرفوا على المقادير والطريقة خطوة بخطوة. ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي المجربة والناجحة إن شاء الله. 100 جرام غبرة ملوخية، عنا 700 جرام لحم رونديلات بقري بالعظم، عنا تشكيل تفاحات، ملح وفلفل أسود وتابل وكروية وهروس وفلفل، ملعقتين أكل محلولين في الماء، طماطم كونسنتري، عنا 30 مليلتر زيت، وعنا ثوم مفروم، كذلك عنا فلفل مسير وفلفل برعبي. نتعداو لطريقة التحضير. ناخذوا 30 مليلتر زيت نوضعهم في الوعاء، نضيفوا لهم 100 جرام غبرة الملوخية، نخلط المكونات على نار هادية، الملوخية مع الزيت ما يقارب 5 دقائق، وبعدين نمرق الملوخية بتاعنا ونخليها سلة سلة للي تتزال منها الخيوط متاعها ما يقارب ساعة من زمان. في الأثناء ناخذ 700 جرام ليرونديل متاع اللحم البقري متاعنا، ناخذوا لهم لفاحات اللي ذكرناها، نخلط اللفاحات مع بعضها، نضيفوا الثوم ونسبخ اللحم متاعنا باللفاحات والثوم ونخليه على شيرة. نشوفوا الملوخية متاعنا تزالت الخيوط منها، نضيفوا قطع اللحم، إلى جانب ملعقتين الأكل طماطم كونسنتري محلولين في الماء، ونخليو الملوخية متاعنا تغلي ما يقارب 3 سوايع. كما تشوفوا الملوخية متاعنا قرت زيتها وطاب اللحم، نضيفوا ورقتين رند، ونضيفوا الفلفل المسير، فلفل برلعبيد، ونخليهم ما يقارب 5 دقائق يعطيو النكهة متاعهم في الملوخية. طابت الملوخية متاعنا وقرت زيتها، عبينا الصحن متاعنا، وهذايا الشكل النهائي